لو أحد يحب يسأل أو يتفضل بسؤال أنا موجودة معكم. كنت بس عايزة أقول لحضرتك إن دلوقتي معظم الأولاد الصغيرين بيحبوا مغنيين أو لاعبين كورة أو حاجة زي كده، يعني ما بياخدوهم قدوة في حياتهم. لما بنيجي مثلا حد يوجههم كبير، يا جماعة طب في شخصيات في الدين، في رسول صلى الله عليه وسلم ممكن تقتدوا بيه، بيتهمونا مثلا أو بيتهموا الحد اللي بينصحهم ده إن هو متشدد أو متخلف أو حاجة زي كده. فيعني نعمل إيه عشان نقيمهم؟ شكرا. طيب. شكرا كثير لسؤالك، كمان سؤالك مهم جدا. من البداية يعني بدأت في السؤال إنه في أولاد صغيرين بيحبوا مطرب أو لاعب كرة أو غيره. طبعا لاعب الكرة ما عليه يحبوه ويستفيدوا منه لأنه هو مثال يعني للنجاح، نجح في حياته وهذا شيء مباح ما عليه. بالعكس مو مباح، يعني مطلوب لدعم الأمة من كل جوانبها. لكن كمطرب شو اللي خلاه يحب المطرب هذا الطفل الصغير؟ السبب مين؟ أمه وأبوه في البيت اللي بيفتحوا له التلفزيون دائما وبيتفرج على أغاني فصار يحبه. أنا أولادي عاشوا وخرجوا من بيتي، تزوجوا وتخرجوا، ما بيعرفوا في بيتي يوم واحد شعلت أغنية لمطرب. يعني سواء بغض النظر عن موقفي تجاه الغناء، أنا مع الغناء الملتزم طبعا، ولكن لما بدي أعود ابني يستمع على الغناء ما حيوقف عند الغناء الملتزم، حيفتح لي باب أشكال وألوان. الخطأ في النساء والخطأ في الأمهات إنه كل نهار التلفزيون مفتوح على طول، على أي قناة الله بيعلم، شو بيطلع بهالقناة الله أعلم. لو بتحطي على اقرأ ما عليه، خليها ليل نهار و24 ساعة، ما فيها خوف. كذلك القنوات الإسلامية. لكن قناة عامة تحطي ابنك الصغير بيطلع فيها أشكال وألوان مناظر، فلذلك الطفل بده يحب مطرب فلاني، بده يحب فنان فلاني، هذا شيء طبيعي مو خطأ. بل الخطأ على أمه، الخطأ على أبوه، الخطأ في المدارس لما كمان بيرسخوا الفكرة هي في أذهانهم. لكن أنت من البداية اعملي له شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، حتسيبي سير وقصص. أنا أذكر تماما أولادي عندهم برنامج اللي هو برنامج العشاء، عند العشاء لازم في قصة عن الصحابة، لازم في قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقعد، كانوا صغار وكانوا ينفعلوا بالقصة. أنا ما بنسى يعني نظرات ابني كيف كانت تنفعل معي، خاصة لما كنت قل له مثلا، بتذكر لما أحكي له عن هجرة سيدنا عمر، كيف عمر هاجر وهو بكامل شخصيته بكامل جرأته أمام كل المشركين، ما هاب أحد، ما راح تخفى مثل ما خرج غيره من الصحابة، وخرج وقال لهم من أراد أن يتبعني من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، ورفع سيفي بسيفه. فأنا عم بحكي القصة فهو ابني يرد وراي يقول لي بسيفه. لاحظي قديش تأثر وإلى الآن يحب عمر بن الخطاب. أنت لما بتحطي هالشخصية أمام ابنك فابنك حيحبه. لكن تفتحي له المجال، طبعا في ملاهي كتير وفي مجال الفتنة واسعة كتير في مجتمعنا وفي عصرنا الآن. لكن ليه قال النبي عليه الصلاة والسلام الماسك القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ طبعا لهيك مواقف ولهيك الفتن المفتوحة. فلذلك أولادنا مسؤوليتنا. احنا ما فرحنا تزوجنا وجبنا أولاد، وبعدين هدول أولادك يا بيمسكوكي بجروكي إلى جهنم يا بيرفعوكي وبيدخلوكي الجنة، مثل ما انت بتربي في حال الدنيا. فهي مسؤوليتنا احنا قبل ما تكون مسؤولية الأولاد، قبل ما نوصل للمشكلة. انه حل المشكلة إلى حل، لكن صعب، بدها صبر، بدها تحويل. لكن قبل ما تقعي بالحل الوقاية خير من العلاج. فهذا نحن ما نتمنى لأولادنا. مشكورة على سؤالك. لو حدا بيحب يشاركنا اخواننا الشباب. دكتور أحمد تفضل. كنت أحب حضرتك بس يعني توضحي قد ايه كان حب الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا كثيرا دكتور أحمد. وفعلا نبهتنا لنقطة كان لازم نحكي عنها كثير. طبعا الكلام يعني بيتشعب كثير، لو بدنا نحكي بكل شيء عن الحب ما بتخلص ولا بسنة محاضراتنا. لكن حب الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتني بقصة روتها السيدة عائشة. تقول عائشة: كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلي حتى إذا دخل في لحافي ومس جلده جلدي، معها في الفراش، قال: يا عائشة أتأذنين لي أن أقوم لربي؟ تسمحي لي أقوم صلي؟ طيب، مع عائشة كانت واحدة من 9، وكان النبي يشتاق لعائشة كتير وينتظر يوم عائشة ليأتي ليلة عائشة.
وهي الصبية الجميلة الوحيدة اللي أخذها بكر وكان يحبها، حتى إذا دخل معها في فراشها وفي لحافها ابتعد عنها. ليه؟ معناتها في حب أكبر من حب عائشة في قلبه. أراد أن يقوم يصلي لله تعالى، فقالت عائشة: والله إني أحب قربك، أنا بستنى هالليلة، استني ما أنت لا تجي لعندي، ولكني أؤثر هواك. إذا أنت هواك في داخلك توقف مع ربك أحب إلى قلبك من النوم معي فخلص روح، ولكني أؤثر هواك. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي. في هذه الحادثة أو القصة أو الحديث الذي روته السيدة عائشة يظهر حب النبي عليه الصلاة والسلام لله تعالى. صحيح هو حب النساء، صحيح هو حب الأطفال، صحيح هو حب أمته، لكن حبه لله تعالى هو الحب الأعظم الذي نبع منه كل هذا الحب. يا ترى إحنا بنقول أنا بحب الله، أنت بتحبي الله، لكن بتوقفي بتقومي الليل بين إيدين الله تعالى، بتصلي لك ركعتين قبل الفجر تناجي فيها الله، بتوقف بتقول يا رب أنا عبد على بابك، يا رب إني أحبك. لذلك ليل العاشقين دائما معروف، والعشاق والشعراء تغنوا وترنموا بحب الله تعالى وأشعار جميلة جدا: قم في الليل وناجي ربك، وتعالى إلى أبواب ربك في الليل، فالليل أهدأ وأسكن، والليل مطية العشاق كما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا موقف في حياته يظهر حبه لله تعالى، ومواقف عظيمة جدا اللي هي أعظمها اختلاؤه في غار حراء 6 أشهر. أنا طلعت إلى غار حراء، وأكيد في منكم الله أكرمهم وصعدوا إلى الغار، إلى جبل النور في مكة، وصعدنا إلى الغار 2 ساعات متواصلات، وإحنا بنصعد صعود لحتى وصلنا إلى الغار. الغار طبعا صغير جدا، موديل مثلث خليني أقول، وفي فتحة أمامه مقابل الكعبة مباشرة. فكان النبي يختلي في هذا الغار الأيام ذوات